عارفك مشغول الايام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعب اخبيها، وكمنك داري بحالي، مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. عارفك مشغول يا ليا صباح الورد والفل وأهلا وسهلا بيكم. مستنية حد منكم يعزمني على قهوة ومفيش حد بيعزم على قهوة. يلا بقى خلينا نبدأ باعتراف صريح. الأشياء الصغيرة بقت واقع مش استثناء، ده واقع في المدن، في البدايات، في مراحل كتيرة من الحياة. بس السؤال الحقيقي مش الشقة مساحتها كام، السؤال الأهم الشقة دي عايشة ازاي. وهنا بقى هنبدأ الحكاية. شقة صغيرة ولكن مريحة، شقة صغيرة ولكن شيك، شقة صغيرة ولكن ذكية. ولكن دي هي سر القصة كلها. فأول ما بندخل شقة صغيرة متصممة صح، بنحس بحاجة غريبة ومفيش خنقة، رغم ان المساحة محدودة، بس الإحساس بيبقى إحساس بالوسع. وده مش سحر، ده فهم، وفهم ان التصميم مش ملء فراغ، التصميم إدارة فراغ. فالشقة الصغيرة الناجحة ما بتحاولش تبان كبيرة، لكنها بتحاول تبان مريحة، لأن في فرق كبير بين الاتنين. لما بنحاول نكبر المساحة بالعافية بنضيع روح المكان، لما بنحترم المساحة في المكان بيحترمنا وبنرتاح فيه. فأول إحساس لازم الشقة الصغيرة نحس فيها بالهدوء، والهدوء البصري قبل أي حاجة، وعينك ما تتلخبطش وما تحترش وما تتعبش. عشان كده البساطة هنا مش رفاهية، البساطة ضرورة. وطبعا الألوان الفاتحة بتلعب دور البطولة، مش لأنها موضة، لكن لأنها بتدي راحة وتنفس. فالأبيض والأوف وايت والبيج الفاتح والرمادي الهادي ألوان بتخلي الحيطان تبعد خطوة لورا وتخليكي تتحركي بحرية. ولازم الشقة الصغيرة يكون ليها شخصية، فمن غير شخصية مش هتبقى حلوة. فلازم نحط فيها قطعة واحدة مميزة، لون مختلف، نحط تفصيلة خامة ليها روح. كل ده بيدي طابع من غير ما يزحم المكان. والأساس في الشقة الصغيرة لازم يكون ذكي قبل ما يكون شيك. فممكن قطعة واحدة تؤدي أكتر من وظيفة. يعني ممكن أحط كنبة تتحول لسرير، ترابيزة سفرة تتقفل، وسرير تحته تخزين، مش عشان نوفر مساحة وخلاص، لكن عشان الحياة تمشي بسلاسة. فالشقة الصغيرة مش هتستحمل أساس تقيل بصريا. الأرجل الرفيعة والتصميمات الخفيفة والفراغ تحت القطع دي كلها تفاصيل بتفرق جدا
لما كده تبان الأرض، بتبان وتشوفي الأرض فبتحسي بالاتساع. وكمان المطبخ في الشقة الصغيرة حكاية لوحده، مش لازم يكون كبير عشان يكون عملي، بالعكس المطابخ الصغيرة لما تتصمم صح بتبقى من أذكى المطابخ. فلازم بقى تكون الوحدات للسقف، ولازم تنظميها تنظيم داخلي، وتبقى الألوان فاتحة عشان تخلي المكان دايما منور ونضيف. وغرفة المعيشة في الشقة الصغيرة مش بس مكان جلوس، لا دي قلب البيت، فلازم تكون مرنة، تنفع نقعد فيها، وتنفع نشاهد فيها التلفزيون، وتنفع استقبال الضيوف. وأي قطعة زيادة فيها ممكن تبوظ الإحساس كله. والقطعة الصح في غرف المعيشة الضيقة ممكن ترفع المكان كله. والإضاءة هنا مش حاجة كمالية، لا الإضاءة هي البطل في الشقة الصغيرة. فنور عام هادي مع إضاءة جانبية وأباجورة صغيرة في الركن، ده بيدي شياكة وأناقة. فالإضاءة الصح بتخلي الشقة الصغيرة تبان أوسع مرتين. وطبعا في الشقة الصغيرة ما ننساش المرايات، إن المراية في المكان الصح بتضاعف المساحة بصرية. بس المراية لازم تتحط بذكاء مش عشوائي، تتحط عشان تعكس النور وتعمل منظر حلو وتوسع المكان بصريا، مش تعمل لي زحمة. وغرف النوم في الشقة الصغيرة لازم تكون هي الملاذ، مش مكان نروح ننام فيه وخلاص. لازم تبقى مريحة وأقل في القطع، والألوان تبقى أهدى، والستاير تبقى خفيفة. فالنوم محتاج راحة، والراحة تيجي من الهدوء البصري. وطبعا في الشقة الصغيرة الحمام بيبقى صغير، لكن ممكن يبقى شيك جدا بخامات بسيطة وألوان فاتحة، والتنظيم كمان بيخليكي تحسي ان كل حاجة في مكانها. فعايزة اقولك ان الشياكة مش في المساحة، الشياكة في النظافة والترتيب. الشقة الصغيرة كمان بتعلمنا درس مهم، ان احنا نختار الاساس بعناية. فما ينفعش كل حاجة تعجبنا نشتريها، او كل حاجة ندخلها في الشقة الصغيرة. ولازم نسأل نفسنا، هل القطعة دي فعلا ليها قيمة في حياتنا، ولا واخدة مكان وخلاص؟ وهل هتبقى مفيدة وليها كذا وظيفة ولا لا؟ ومع الوقت هنكتشف ان العيشة في شقة صغيرة بتخليكي مرتاحة، وبتقلل التشتيت، وبتخليكي اكثر تركيز. فالمهم ان البيت يبقى ملجأ مريح مش عبء. والحلو بقى ان الشقة الصغيرة بتطلع احلى باللمسات الشخصية، مثلا صورة، قطعة جايباها من سفر، فكل حاجة فيها بتبان، وكل تفصيلة بيبقى ليها وزن. ومع الليل لما الإضاءة بتهدى والشقة تبقى ساكنة، بتحسي قد ايه المكان ده دافي. دافي مش لانه كبير، لكن لانه معمول صح ومتخطط صح. شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة
ومع الوقت بتبتدي تلاحظي ان الشقة الصغيرة مش بس مساحة للسكن، لكن ده بيبقى اسلوب حياة، اسلوب بيعلمك بساطة وحسن الاختيار، وبتفهمي نفسك اكتر، وكل قرار بتاخديه بيكون ليه تأثير مباشر على يومك وعلى مزاجك وعلى راحتك النفسية. فالشقة الصغيرة الناجحة بتبقى متخططة حلو، بتبقى مريحة نفسيا، وبتبقى ليها لغتها الخاصة. لغة بتقول ان التصميم الذكي اهم من الاتساع، وان الراحة مش مرتبطة بالحجم لكن مرتبطة بالاحساس. واحدة من اهم الحاجات اللي بتفرق جدا في الشقق الصغيرة هي ايقاع الحركة جوه البيت. هل انتي بتعرفي تتحركي بسهولة وبتفتحي الدواليب من غير ما تخبط في حاجة، وبتقدري تقومي وتقعدي براحتك؟ الأسئلة دي بتبان بسيطة لكن هي جوهر التصميم الحقيقي. ولما تكون المساحات مفتوحة في الشقق الصغيرة ده بيعمل فرق كبير. فلما تكون غرفة المعيشة مفتوحة على السفرة أو المطبخ مفتوح برضو على غرفة المعيشة، فبتحسي ان البيت اوسع والاحساس بالضيق بيختفي. فكل مساحة لازم تبقى واضحة بوظيفتها حتى لو مفيش حيطان. وطبعا لما بتكون الدنيا مفتوحة على بعض فلازم احدد الموضوع بسجادة او اضاءة. دي حاجات بتحدد المساحة من غير ما تقفلها، وده ذكاء التصميم في الشقق الصغيرة. وفي الشقق الصغيرة الاساس المتحرك هنا بيبقى الصديق الحقيقي. فقطعة تقدر تتحرك، تتغير، تختفي او تظهر حسب الحاجة. الترابيزة كمان اللي بتتقفل وتتفتح، الكراسي اللي بتدخل تحت الترابيزة، او الوحدة اللي بتتحرك بالعجل. المرونة دي بتخلي الشقة عايشة معاكي وفي مرونة في المعيشة. وبرضو التخزين في الشقق الصغيرة دي قصة طويلة. فأي حتة فاضية ممكن تحوليها لمكان تخزين، لكن بشرط يكون تخزين ذكي ومخفي. فالتخزين الظاهر بيخنق المكان، لكن التخزين اللي بيبقى جزء من التصميم بيريح العين وبيسهل عليكي في الاستخدام. وما تنسيش بقى التخزين تحت السرير وفوق الدولاب وجوه السلم، وهنا برضو أرفف المعلقة لو غرفة المعيشة صغيرة، وخلف المرايات. كل ركن ليه فرصة، بس المهم انك ما تحسيش انك عايشة وسط الصناديق. فالتوازن هنا هو السر. وطبعا الشبابيك في الشقق الصغيرة ده كنز حقيقي، لان هي بتدخلي النور الطبيعي. فالنور الطبيعي في الشقق الصغيرة بيفرق جدا. وبلاش الستاير التقيلة، يعني ممكن تخليها كده منظر بس، لكن حطي ستاير خفيفة، لان الستاير التقيلة بتاكل في المساحة، لكن الخفيفة بتفتح المكان. وطبعا الضوء الطبيعي لما بيدخل بيغسل الشقة وبيديها خليها مساحتها أوسع.
حتى لو الشقة دور أرضي أو الإضاءة الطبيعية محدودة، فاختيار الألوان العاكسة والنور الصناعي الصح بيقدر يعوض كتير. والإضاءة هنا مش لمبة واحدة في النص وخلاص، دي طبقات نور وبتخلق عمق ودفء. عارفك مشغول الايام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبي. ولو في ممرات عندك غالبا بتبقى مهملة، بس الحقيقة ان الممر ده بيبقى فرصة بقى لمكتبة رفيعة، لوحة بسيطة أو حتى وحدة تخزين مخفية. في أي مساحة مهما كانت ضيقة تقدر تبقى مفيدة لو فكرتي فيها وخططتي صح. وبرضو غرفة النوم في الشقة الصغيرة لازم تكون أبسط مكان في البيت، لأن النوم محتاج هدوء، وهدوء يعني تفاصيل أقل، فكل حاجة زيادة بتشيل من الراحة. عارفك مشغول الايام حطي بقى سرير مريح والإضاءة تبقى خافتة والألوان هادية، وده كفاية جدا عشان تبقى مريحة. ولو غرفة النوم صغيرة جدا فيبقى الحل في التنظيم، وانتي كده بتكبريها لان انتي بتنظميها صح. يعني حطي سرير بأدراج للتخزين، او اسفله ممكن وحدة تخزين، واعملي دولاب للسقف. فلما تعرفي تمشي وتتحركي بسهولة بتحسي ان الغرفة اوسع. وفي الشقة الصغيرة في حاجة جميلة بتحصل، كل ركن بيبقى ليه حكاية، مفيش عندك فراغ يبقى مهمل. حتى الركن اللي جنب الشباك ممكن تبقى مكان للقعدة، قراءة أو تأمل. الركن الصغير ده أحيانا بيبقى أحلى من صالة كبيرة. وبرضو المطبخ رغم صغره بيبقى قلب نابض، كل حاجة فيه بتبقى قريبة، كل حركة بتبقى محسوبة، وده بيخلي الطبخ أسهل وأمتع لما كل حاجة في مكانها وقريبة، فالحياة بتمشي بسلاسة. والشقة الصغيرة كمان بتخليكي تهتمي بالتفاصيل اللي ما كنتيش بتاخدي بالك منها، صوت الباب، ملمس الأرضية، طريقة فتح الدولاب. التفاصيل دي لما بتكون مريحة البيت كله بيبقى مريح. ومع الوقت هتكتشفي ان الشقة الصغيرة بتقلل الفوضى في حياتك، بتجيبي اقل حاجات وبتبقي اقل تشتيت واكتر تركيز على اللحظة للبيت اللي بتهربي فيه من زحمة الدنيا. مش هتبقى زحمة برا وزحمة جوه. كمان اللي بيجي يزورك بيحس بالفرق، بيدخل الشقة الصغيرة بيحس ان هي دافية مش ضيقة، وبيحس ان هي مرتبة مش مفيهاش تكلفة كتير، وده اكبر كومبليمون ممكن تاخديه. وفي الليل لما النور بيهدى والصمت بينتشر فالشقة الصغيرة بتبان في احلى حالتها، فكل حاجة بتبقى في مكانها وكل ركن ليه معنى، وبتحسي ان البيت محتويكي. فالشقة الصغيرة مش مرحلة مؤقتة، دايما احيانا بتكون اختيار واعي، اختيار بيقولك انك مش محتاجة مساحات كبيرة عشان تعيشي حلو، محتاجة فهم وتنظيم وذوق. وفي النهاية الشقة الصغيرة الناجحة هي اللي بتخليكي تقولي أنا مبسوطة فيها ومرتاحة في عيشتها. كمان تنظيفها وتنظيمها بيكون أسهل بكتير من الشقة الكبيرة.
من غير ما نفكر في المساحة ولا في المقارنة. شقة صغيرة ولكن بتكون ذكية ودافية ومعمولة بحب. ولو البيت معمول بحب المساحة ملهاش أي قيمة. ولو عجبكم الفيديو واستفدتم منه متنسوش تعملولي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتشاركوا أصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد في عالم الديكور والجمال. وباي باي.